السلام عليكم مشاهدي الأعزاء، كيف هي أحوالكم؟ تنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. تيتجدد اللقاء مع وصفة جديدة اقتصادية وسهلة، حلوة البوق اللي من الحلويات اللي كبرنا معاها. جبتها لكم بمقادير مضبوطة ووصفة ناجحة، ونبداو على بركة الله. في إناء تناخد 250 غرام ديال الزبدة تكون بحرارة المطبخ، 2 كيسان سكر سنيدة، دائما القياس اللي تنستعمل هو كاسة العنبة. غادي نخلط الزبدة مع سكر سنيدة حتى ينسجموا. منين ينسجم سكر سنيدة مع الزبدة، غادي نضيف 2 كيسان ديال الزيت، غادي ندخلهم بالتدريج الكاس الاول عاد الكاس الثاني. غادي نضيف قفصة ديال الملح، 2 أكياس من سكر الفاني، وغادي نخدم العناصر مزيان حتى نحصل على قوام كريمي. في هاد الأثناء غادي نضيف 2 بيضات من الحجم المتوسط، وغادي نخدمهم مع باقي العناصر. مني ينسجم البيض مع باقي العناصر، غادي نبدا نضيف الدقيق بالتدريج. غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه حتى نحصل على القوام اللي بغيت. المهم هو العجين تكون مرخوفه. في هاد الأثناء غادي نضيف كيس من خميرة الحلويات من فئة 7 غرام، وغادي نمزجو مع باقي العناصر. مني تجمعات العجينة، هذا هو القوام اللي بغينا. العجينة خاصها تكون مرخوفة على هاد الشكل. دابا تندوزو نشكلو حلوة ديال البوق. بالاستعانة بالبوق غادي ناخد كمية من العجين، غادي نديرها في البوق، وغادي نبدا نضغط عليها حتى تخرج لينا على شكل طولي. الا وحدت لينا العجينة في الراس ديال البوق نستعين بالسكين. تنبقى مستمرة على هاد الشكل حتى نسالي الكمية ديال العجين. مني غادي نسالي الكمية ديال العجين كاملة، غادي ندخل لاطة الفران اللي تيكون مسخنينو من قبل على درجة حرارة 170، غادي نشعلو عليها من الفوق ومن التحت. مني تحمرات الحلوى ديال البوق وخرجناها من الفران، غادي ندوزو دابا نزينوها. تيبقى التزيين اختياري على حساب كل واحد. هنايا درت الحلوى في الشكلاط مذوب في حمام مريم، درت الشكلاط من الجوانب وفندتها في الكوك. بالنسبة للشكل الثاني، استعملت الشكلاط في النص ديال الحلوى.
دائما كيف تنقول لكم ان التزيين تيبقى اختياري على حسب كل ذوق على حسب ذوق كل واحد فينا. وتنبقى مستمرة على هذا الشكل حتى نسالي الكمية اللي عندنا. وهذه هي النتيجة اللي حصلنا عليها، حلوى اقتصادية ولذيذة بزاف. هاد المقادير اللي خدمت معاكم تعطيو كمية وفيرة. بالصحة والراحة، شكرا على المتابعة، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.